السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. اعمل لايك وشير يا أبو الصحاب، ولو أنت بتشوفني لأول مرة ما تنساش تعمل متابعة، لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. امبارح الكابتن مدحت شلبي والمستشار مرتضى منصور ادوا درس قاسي جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك الكبير العظيم اللي في آخر أيامه دلوقتي بقى حاجة تكسف. هنشوف الفيديوهين دلوقتي ونعلق عليهم مع بعض. اتفضل. انت زعلان في الثانيه اللي بعد ال 95 الاهلي جاب جول؟ استنى، مين اللي ضيع 6 نقط بثلاث تعادلات ورا بعض؟ امي. لا الزمالك ضيع وبيراميدز كمان ضيع. ثانيه واحده، يا بيراميدز. ده جاي فرحان بيراميدز، ده جاي مكانك. خد مكانك في الدوري، وخد مكانك في افريقيا، خد مكانك في الكاس. عيب فوق بقى يا جمهور. تمام؟ انت اتغلبت كام ماتش؟ 4 في 3 ب 12. لو انت خدت 12 18 كنت خدت الدوري. ما تقعدش تعيط تقول اصل في الدقيقه الثانيه اللي كذا. احنا الزمالك وصلنا للمرحله دي، وصلنا لكده. عيب انت اللي ضيعت كل حاجه. هو برضه النهارده الاهلي لما كسب فرق 50 بونت دبل سكور ها، كان برضه الثانيه الاخيره الاشياء اللي فاتت لما كسبك في اليد والطايره في كل الالعاب. يا ليه فوق بقى، فوق يا جمهور الزمالك. سمعت زي ما قال معالي المستشار مرتضى منصور، هل الاهلي اللي خلى الزمالك يضيع منه 12 ماتش اللي لو كان كسبهم كان زمانه بينافس على الدوري وكان زمانه متصدر الدوري؟ كلام مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، كلام 10/10. بس اللي خربها بقى امبارح الكابتن مدحت شلبي قال كلمتين صعبين قوي، نسمعهم كده مع بعض. بيراميدز له مصلحة في ان هو يروح المحكمة الرياضية، يعني او له مصلحة في الاعتراض، لانه بينافس الاهلي المفترض على الدوري. الاهلي نفس الوضع له مصلحة لانه عايز ما يتخصمش منه 3 نقاط. لكن الزمالك لا هياخد دوري ولا هيلعب في دوري الابطال. طب داخل ليه في الموضوع؟ شفت انت وصلت نفسك فين؟ شفت المستوى بتاع ناديك راح فين؟ والله العظيم مش انا اهلاوي وهو ما احبش في الدنيا قد الاهلي، واقسم بالله انا زعلان على نادي كان في يوم بينافسني، وكان في يوم بيتقال عليه القطب الثاني، وكان بيتقال عليه الغريم بتاعنا. والله العظيم زعلان على اللي وصل ليه حال الزمالك. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك وشير وتصلي على النبي في كومنت، لان دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر.